الوحدة خسرته وفاز في اليمن. هنا كرة خطيرة لقطر، والكرة في عرضية خطيرة جدا في الصخر، ويريد أن ينحت مقطوعة تاريخية بانتصار للتاريخ. علي أسد يدخل منطقة الجزاء، أسد والجول، أسد والشبكة والركنية والفريق الجديد. تمشي كرة مرة أخرى يمنية 1-2. اليمن موجود اختراق الحدود هنا في منطقة الجزاء، فماش خطأ. يرجع الكرة عبد الكريم حسن. مباراة إيقاع، منذ الانطلاق مباراة الحماس. قطر الفريق المؤهل للقب لا يريد النقاط الثلاثة تهدر عن طريق حسن عبد الكريم. ميروسلاف يوقف مفاتيح الفريق القطري الأطراف والهيدوس لحد اللحظة. يمشي بالكرة مرة أخرى الفريق اليمني، خطيرة جدا في وسط سايد، يخرج راس خطيرة جدا. يا الله على الكرة التي أدرتها اليمن في الشوط الأول، وخوخي آدم انتصار في الشوط الثاني. في المرتدة يمشي منتخب اليمن فماش اوفسايد. الباس المراوغة صعيبة، يضغط عليه موسى، حاول يعديه، يبعد عليه، يعطي تمرير ممتاز. الكرة الثانية عن طريق اللاعب وحيد الخيال على الصاصي، وكرة صعبة على المنتخب القطري. الفريق اليمني روعة البطولة، المنتخب اليمني الحصان الأسود القطرية. يمشي التوزيع، هي الرأسية، ولكن حارس اليمن أيضا في الكرات الطويلة ومسقط بعد ترشحوا للأولمبياد وربحوا كأس آسيا في سنغافورة. وكرة خطيرة وفرصة قطرية، الحارس عياش. هناك أسمعهم من صنعاء وعدن، والكرة تمشي من كورنر. جمهور اليمن يصنع الحدث، ما زال في عمرها ثواني. آخر كرة عرضية، موسى يدخل، موسى جول، مش ممكن يا الخوخي. معلم لا يعلم طريق الشباك، ماجد إبراهيم. ولكن الأرقام تقول قطر ماكلة نجاح. ترجع لقطر، كرة مرتدة، هذه خطيرة يعدي سددو باش يحاول يضغط أمام هذا التكتل الدفاعي. الفريق القطري ما غير شيء في راي الشوط الثاني، قاعد يلعب نفس الأسلوب. الفريق اليمني دخلوا في الستايل بتاع لعبه، والكرة الفريق اليمني خطيرة جدا في المساحات. اليمن عندها شانس، عندها باس، كرة توصل منطقة الجزاء، يمشي بالكرة بالتيري يسدد وسال الحارس. ترجع الكرة للفريق الأجنبي، مش ممكن كيف هذا المنتخب القطري. كل اليمن بطيء جدا المنتخب القطري، لكن يورا اسماعيل 3-2. هي المنتخب القطري في شوطه الثاني هو منتخب قطر من قطر لماجد، وماجد يرفع كرة عالية خطيرة. مش ممكن ماذا أعمل اسماعيل، وكيف جاء الإطراف. حل اللعب على جناب القرب، حل بالماضي، ولكن لم يفتح الشباك. هدية بالراس، برافو الدفاع، ولا أروع يا الياباني. إن شاء الله باش يا محمد، إن شاء الله. بالفعل لقطات صعبة في آخر دقائق المباراة. شوف العزيمة العباد المنتخب اليمني، تو ما يهمناش لا عزيمة ولا كورة ولا نتيجة ولا بطولة ولا كاس. إن شاء الله الدعوات لمحمد بقشام بالسلام. قدرة ربي عديناها هذه، انه خفنا على اللاعب انه يكون رمية جانبية للفريق القطري خطيرة، ومش ممكن دوري هطول رجل مع هذا الرجل بوظيف. ترجع الكرة مرة أخرى، بوظيف وتوزيع وكراس. اليماني عنده كرة، اليماني يلعب المرتدة، وكرة في التماس، رمية الجانب لقطر. الكرة الأخيرة، وصلنا تقريبا دقيقة 100، مباراة 100 دقيقة. هذا ليس بنقطة، اليوم يصبح بنقطتين. الفريق اليماني يصبر ويصمد حقيقة. تهانينا لهذا المنتخب بهذه الروح، أي روح.